لو اشتريت حاجه ب10 مليون في نايل بيزنس سيتي، اللي هيطلع من جيبك 3 مليون ونص، والباقي انت غير مطالب بيه. لف في كل المشاريع اللي موجوده في العاصمه، بس في مشروع واحد هتقف عنده وهتحس انه مختلف عن باقي المشاريع، وهتتمنى ان يكون عندك عقار فيه، وهو نايل بيزنس سيتي. وده اللي خلاني انزل بالليل واصور، والاول مره انزل اصور مشروع بالليل في العاصمه، لانه يستاهل فعلا ان ارشحه. وده من اكتر المشاريع اللي اسلام الشاعر رشحها لقاعده العملاء الكبيره اللي الحمد لله واثقه فينا وبتشتري دايما عن طريقنا في العاصمه الاداريه. تقدر النهارده انك تستثمر في الفندقي في جراند ميلينيوم، ودي واحده من اهم العلامات الفندقيه على مستوى العالم، 5 نجوم، من اول 6 مليون لحد 25 مليون. اما بالنسبه في الاداري تقدر تستثمر من اول 11 مليون لحد 30 مليون. اما بالنسبه في التجاري تقدر تستثمر من اول 30 مليون. كل الاسعار دي نظام السداد بتاعها الشركه نازله لفتره محدوده، ان سعر العقار هيقف عليك ب 35% من سعره. مثال بسيط، لو اشتريت حاجه ب10 مليون في نايل بيزنس سيتي، اللي هيطلع من جيبك 3 مليون ونص، والباقي انت غير مطالب بيه. تقدر تطلع على العقود وتجيب محامي معاك، هتلاقي فعلا ان العقد بتاع الشركه واضح وصريح، وان الشركه ما بتطلبش شيكات من بعد الاستلام. يعني حضرتك مش هتدفع غير ال 35% اللي مطلوبين منك من سعر العقار. نايل بيزنس سيتي الكابيتال ابريشيشن بتاعه والزياده على راس المال عاليه جدا. نايل بيزنس سيتي يستاهل انك تيجي وتحط شقه عمرك، وعارف ان حضرتك محتار، وعارف ان حضرتك بتعرض عليك مشاريع كتير في العاصمه، بس نايل بيزنس سيتي مختلف لدرجه ان شركه النيل جابت معدات من بره مصر عن طريق شركه دوكا عشان تخلي الدور الواحد يتبني في اسبوع بدل شهر. لو مهتم اضغط على لينك الواتساب، هنشرح لحضرتك الفرق ما بين نايل بيزنس سيتي واي مشروع موجود في العاصمه، ونكون دايما عند حسن ظنكم. وشكرا جدا لكم.